هم واخدين اللبه بشكل كويس، هعمل معاها ايه تاني انا غير كده؟ وهروح مشوار وخايف وعايز اسيب الحمام اكل بزياده، يعني لو الحمام ما حصلش بعد 24 ساعه، بعد 48 ساعه بيجيب التاني. هنبدا الفيديو بتاعنا من هنا، وطبعا نمسي على اخواتنا وحبايبنا طبعا اعضاء القناه اللي هم طبعا موجودين معانا. اللي مشتركش في القناه يا شباب اشترك في القناه، هنكتب اسمك معانا ان شاء الله تعالى، في اسامي جديده هنكتبها النهارده ولكن هتظهر في فيديو بكره ان شاء الله تعالى. يلا بقى ندخل المكان بتاعنا بس كده الاول ونسمي بسم الله. احنا طبعا اتاخرنا النهارده في الكلفه، ولكن انا متاخر بتعمد، انا قاصد ان انا اتاخر النهارده ان انا اكل في الحمام. شايفين الحمام عامل ازاي؟ الحمام واقف، يعني اقول لك ايه، جعان يعني المفروض انا باكل في العصر، دلوقتي احنا خلاص بقينا المغرب اهون. وطبعا انا اتاخرت على الحمام ساعه في الكلفه عشان في حاجه كويسه جدا هقول لك عليها، لازم تعمل اختبار للحمام. بس بقى على اختنا طبعا ام اياد، طبعا اسم الحمامه الجميله دي النفاخ ديت على اسم اختنا ام اياد. طبعا بس برضو على عمار، الذكر ده اسمه عمار، وطبعا اختنا ام شروق. بس على حبيبنا طبعا استاذه مروه ديت راقده على الحصى. يلا بينا يا شباب ان احنا نكلف الحمامتين بتوعنا. وهقول لك حاجه مهمه جدا، وحاجه مهمه جدا جدا كمان، ان انت لازم تعمل الاختبار ده اسبوعيا للحمام. خلي بالك بقى اول ما نحط الكلفه مش هتلاقي حمامه موجوده واقفه طبعا ما نزلتش للطعام. كل الحمام ده هينزل دلوقتي. الحمامه اللي مش هتنزل عشان ان هي للطعام، فالحمامه دي تعرف ان هي مريضه. اسبوعيا لازم تعمل كده، لازم تختبر الحمام عندك كل اسبوع. مش هتلاقي حمام يا شباب. بص يا شباب، في الحمام اللي هو راقد على الحصى، طبعا الحمام اللي هو بيطير وبيقتات على الحبوب من بره، طبعا حتى الحمام ده اخر هينزل مع الحمام اللي احنا بنكلف له دلوقتي. يوميا تعمل كده، مش يوميا بقى، كل اسبوع تعمل مره كده، هتلاقي فرق معاك كتير جدا في الحمام عندك. الحمامه اللي مش هتنزل يعني دي ما نزلتش هي، شفت دي لو تاخدوا بالكم ما نزلتش هي. انا لاحظ الحمامه ديت بتاخد نفسها بالعافيه. اخد الحمامه دي كده اطمن عليها، اخدها اروح امسك الحمامه دي اطمن عليها، ولكن هي بتجري ليه؟ تاخد نفسها بالعافيه ليه؟ الذكر ده اصلا بيجري وراها اهو، شايفين اهو الذكر ده بيجري وراها عشان عايزها تحص. هي الحمامه خلاص ما عادش واخده تاخد نفسها، او تطلع بره هيمشي وراها. ودي ميزه الذكوره الشاطره، شايفين الذكر بيضربها عشان تحص. تعرف لو الذكر بيعمل مع النتايه كده، تعرف ان الذكر بيضربها عشان ان هي تحص. يبقى انا كده بطمن على الحمام عندي يوميا، اعرف القش بتاعهم اهوت. ربنا ان شاء الله تعالى يبارك لنا وتجيب اول حصوايه تمام كده. طيب تعالى بقى نروح للحمام السلاكه سريعا برضو كده. طبعا السلاكه ديت مهمه، يعني فيها ميزه ان انا مثلا انا باكل حمام اهون، طبعا عايز ان انا اقشط الاكل من قدامه. هو تحط الاكل الحمام، انا قالب العلافات يا جماعه الخير، انا قلبها اهيت، بقلبها بالشكل ده. هتلاقي برضو الحمام عندك كله نازل على الاكل. دي برضو تعرف تختبر الحمام عندك. اختبر الحمام عندك كل اسبوع، اعمل مره كده. لو في حمام مريض او في حاجه يبقى انت بتلحق المرض بدري، يبقى انت بتلحق المرض بدري. اهو يا شباب شايفين الحمام اهو، مجرد ما انا كلفت الحمام على الارض اهو يا جماعه الخير، تعرف ان الحمام فيه نشاط كده وحيويه، والحمام عنده اقبال على الطعام اهو. بمجرد ما يشوفوا الاكل اهو ما شاء الله في الحمام يا جماعه الخير اهو. الكلفه بميعاد مهمه جدا. الناس اللي هي بقى عماله تكلف عماله على بطال اهو يا جماعه الخير، ما تحطش اكل كتير، يعني اكلف للحمام على قده، بحيث ان الحمام ده ما يزيدش منه اكل. يعني الحمام ده لو زاد منه اكل هيتبرز على الاكل ويرجع ياكل تاني لما يجوع. يبقى انا كده بمرض الحمام عندي، يبقى انا كده بمرض الحمام عندي. شوف ما شاء الله، شوف الكسخنجي، بس في انا حاسس ان في زغلول فارق عن التاني. طيب لو في زغلول فارق عن التاني هم ان شاء الله هيبقوا ذكر وانتاي، ولكن هم واخدين اللبه بشكل كويس. هعمل معاه ايه تاني انا غير كده؟ مش هعمل معاه حاجه. انا خلاص، هو شايفين الحويصله عامله ازاي؟ شايفين الحويصله عامله ازاي؟ دي بقى بتبقى النتايه الصغيره في الحجم، دي بتبقى النتايه، وده ان شاء الله تعالى هيبقى الذكر تمام كده. مش ان انا الاقي زغلول كبير زغلول صغير اقول ان الاهالي ما بياكلوش. طيب ما انا اطمن اهو يا جماعه الخير، ما هو الحويصله ما شاء الله مش عايز اقول لك هتطرشق يعني ما شاء الله. يبقى انا اعمل معاه ايه؟ ولا حاجه، بسيبه زي ما هو، وده هيبقى ذكر ده هيبقى انتهى، والاثنين هيبقى صحتهم كويسه. اقلق امتى؟ اقلق لو انا لقيت ده مش اكل. لو انا لقيت ده مش اكل ابدا ان انا اقلق. امهم اهي واقف على العش، وابوهم الذكر الجميل اللي هو عايزين نسميهم برضه شباب باسامي، نسمي الحمام الجميل عندنا كله ان شاء الله. هنجيب حمام حلو جدا عشان الناس
اللي هي حبايبنا متابعين القناه نعمل لهم حاجات حلوه ان شاء الله. هنسمي الحمام ده كله على اساميكم بفضل الله تعالى. اشتركوا في القناه يا شباب، القناه دي لسه فاتحين القناه جديده ان شاء الله، عايزين نوصل ل 1000 مشترك في اقرب وقت. طبعا الناس اللي متابعانا على القناه الثانيه بدات ان هي تيجي القناه دي ان شاء الله. طبعا انتوا حبايبي واخواتي طبعا وعارفين القناه دي بتاعتكم، وانا عامل القناه دي ان انا الناس كلها تستفيد منها. طيب انا كده ما شاء الله انا اطمنت على الحمام عندي، في الوقت ده يا جماعه خير في حاجه انا عايزكم الناس كلها تعملها. الوقت ده يعني اسبوعيا كده لازم تدي مره في اللاجيل، على الميه. مزقه الميه دي بلاش ان تكون مفتوحه، خلي مزقه الميه دي وعاء مقفول. العلافه ديت في ناس بتسالني عليها، على العلافه دي. العلافه يا شباب ما شاء الله، العلافه ديت تاكل مش عايز اقول لك 30 جوز او 40 جوز، يعني ما شاء الله عيون كتير. والعلافه ديت مهمه جدا. ليه بقى؟ لو انا مثلا يعني عايز احكلف الحمام واروح مشوار وخايف وعايز اسيب الحمام اكل بزياده، بحط له اكل بزياده هنا مفيش مشكله، الحمام مش هيتبرز على الاكل. هقفل العلافه بالشكل دوت. الحمام اهو يا جماعه الخير، تشيل كام جوز تاكل مش عايز اقول لك يعني 30 جوز. علافه قد ايه ما شاء الله. نفس القصه في الجنب الثاني، الحمام كله متعود عليها بالشكل ده. اقدر ان انا اريح نفسي، بلاش ان انا احط مثلا اكل على الارض. الاكل على الارض بيضر الحمام، مش حلو للحمام عندنا. نشوف برضو الكسخانجي ما شاء الله. شوف ذكر لحم فرنساوي دوت، ذكر اللحم الفرنساوي كنا مسمينه على اسم اخونا الشيخ مصطفى حبيبنا طبعا، الشيخ مصطفى تمام كده. طبعا واخد النتائج الكركنديه الجميله ديت، لسه اداني اول حصوايه امبارح. وبالمناسبه انا مصور النتايه ديت وهي بتحصي بالصدفه كده، وانا بصور لقيتها بتحصي جنبي فصورت النتايه الجميله دي ان شاء الله. جايب لنا الحصوايه اهيت، حصوايه سليمه وزي الفل بفضل الله تعالى. هتجيب الحصوايه الثانيه بعدها ب 24 ساعه. في حمام بيجيب الحصوايه حص الاولى وبعد 24 ساعه يجيب الثانيه، وفي حمام بيحصي الاولى وبعد 48 ساعه بيجيب الثانيه. يعني لو حمام ما حصاش بعد 24 ساعه، بعد 48 ساعه بيجيب الثانيه، مش اكتر من كده. وهنا على فكره ممكن تلاقي مشكله لو الحمام ده يعني لسه اول عش، ممكن يحضن الاولى، يعني هيبيض البيضه الاولى وهيرقد عليها، فبالتالي في بيضه هتفك قبل الثانيه، فبالتالي هتلاقي زغلول كبير وزغلول صغير. ولكن ده بيبقى في اول عش في اول اثنين، ولكن الحمام الكبير بيبقى فاهمان القصه دي سبحان الله، بتبقى جينات وبيبقى الحمام عارف الموضوع ده. مزه الميه يا شباب اهيت لازم تكون نظيفه بالشكل ده. وده نستفيد من الفيديو بتاع النهارده، نستفيد ان الكلفه لازم تكون بميعاد. الكلفه اعمل اختبار للحمام اسبوعيا عشان ربنا يكرمك وما تلاقيش امراض عندك. لو في حمامه مريضه هتبدا ان انت تلحق المرض بدري قبل الحمام ده ما يتاثر عندك ويموت منك. ربنا يرزقنا ويرزقكم ويرزقنا خير كلنا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. شوفوا الشكوى على خير يا شباب، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.